جادون في التدريبات اليومية، وخلال سنوات قد يكتب القدر لهم أجمل لحظات مسيرتهم الكروية. بعد 9 سنوات قد يكون بعضهم مدعوا للدفاع عن الأبيض في مسيرة التأهل للمونديال الكروي الذي سيحمل أمالا كثيرة مع مشاركة 48 منتخبا كاملا. شوف، هي فرصة للمنتخبات العربية باش على الأقل يحصلوا حظوظ باش يتأهلوا لكأس العالم، وفي نفس الوقت هي فرجة، تكون هي فرجة كثيرة يعني المتابع انه يشاهد مباريات، وبالنسبة احنا كمدربين يكون عندنا تحليل زيادة. ممكن في صالحنا احنا كدول عربيه انه اكثر دول عربيه تشارك وتكون فما حظوظ اكثر لمشاركه اكثر دول عربيه في نهائيات الكاس العالميه، لكن من الناحيه الفنيه اعتقد انه باش ياثر تاثير سلبي على المستوى العام لكاس العالم. 48 منتخبا سيعني نهاية المعاناة لمنتخبات عربية كثيرة في القارتين الآسيوية والإفريقية على السواء، لأنها ستستفيد تلقائيا من زيادة عدد مقاعد ممثليها. وايد منتخبات ياخذوا حظوظ المشاركه في كاس العالم. في منتخبات ولا مره شاركت في كاس العالم، ما حصلهاش الشرف من قبل تشارك في كاس العالم، وكانت حظوظها ضئيله. على سبيل المثال الأردن. في الحقيقة التصفيات المونديالية صعبة على الجميع، حتى في أوروبا صعبة لأن لدينا منتخبات كثيرة، ولكن الجيد ربما في الفكرة أننا بصدد مشاهدة منتخبات أكثر، وبالتالي ستكون المتعة أكبر وحظوظ مشاهدة منتخبات لأول مرة أكبر. زيادة حظوظ المنتخبات العربية لا يلغي بحث الفيفا عن الربح المادي أيضا. الفيفا لوجت اكثر على الناحيه الماديه، ان يعني لما تزيد عدد الفرق في المشاركه فالعائدات الماليه وخاصه عائدات البث التلفزيوني باش تزيد، وهذا هو الشيء اللي اعتقد انه الفيفا كان يبحث عليه. تواضع المستوى الفني لكأس عالمية ب48 منتخبا ربما سابق لأوانه لغاية التجربة، وإلى ذلك الوقت عمل كبير بانتظار المنتخبات العربية لترجمة أحلامها إلى واقع بالمشاركة في العرس الكروي.